ازيكم يا شباب، ورجعنا في فيديو بسيط وسريع جدا، وهو عن سرعة الشحن اللي موجود في ال 33 واط اللي موجود في معظم التليفونات الميد رينج اللي نازلة من السنة اللي فاتت لحد دلوقتي، وال 120 واط الجديد علينا اللي موجود في النوت 11 برو بلس اللي مش موجود في فلاج شيب كتير. فالنهارده هنقارن ما بين سرعة الشحن ال 120 وال 33 واط. طبعا التليفونين اللي عندنا دول فاصلين شحن او ميتين شحن نهائيا، وعندنا هنا البطارية 500 او 4500 ملي امبير، وهنا 4250 ملي امبير، يعني قريبين جدا لبعض. وهنشحن التليفونين هنا وهم فاصلين علشان لو في اي حاجة بتسحب من البطارية من تليفون اكتر من تليفون، علشان تبقى المعادلة متساوية. طبعا زي ما قلنا هنا 33 واط وهنا ال 120 واط، وطبعا البطارية هنا ميتة فبتاخد وقت عبال ما بتقوم من كل جهاز.
نتكلم بدقة بقى في سرعة الشحن ال 120 واط. هنا قام الجهاز في 4 دقايق، وده نتيجة قوة استهلاك البطارية. فزي ما بنقول قام في 4 دقايق وشحن في 32 دقيقة، يعني شحن هنا في 28 دقيقة. أما في سرعة الشحن ال 33 واط قام هنا في 15 ثانية بس، وشحن في ساعة و6 دقايق، يعني حوالي ساعة و5 دقايق كان شاحن التليفون.